لي ريزو سوسيو هاد السمانه كانت تري تري اجيتي، ومن بينها لا كاريكاتور تاع علي ديلام. علي ديلام اللي دار كاريكاتور اللي عملت بوز كبير 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 كبير. فنشوفوا لا كاريكاتور كيما راكم تشوفوا لي زالجيريان دي l'Algérie dit non aux migrants arabes avec 14 siècles de retard. كاين الناس اللي وصفت هذه الكاريكاتور غاسيست. واش تقول على هذا الكلام؟ نعم سانسيرمون انا حاجه كيما هذه فريمون زعفان بزاف بزاف بزاف، لانه نعم. شوف هذيك لا كاريكاتور الكبيره وين يمنع اليوم اكاديمي كيما ناصر جابي وي من القاء محاضره اكاديميه علميه بدون مبرر، واليوم انتهاك حرمه دستوريه من عند علي ديلام يبث فيها الفرقه ويبث فيها الحقد والضغينه بين الامه الواحده. كان اللي يقولوا بانه هذا الكاريكاتور هزلي وما راهوش يعني كلام عنصري. لا ينبغي ان نختبئ وراء حريه التعبير. قلت رايك نسمعوا راي هذه تجاوز الهزليه. نعم. اخلاقيه المهنه تمنع ممارسات كما هذه، بث الفرقه والضغينه بين ابناء الشعب الواحد، هذا مشكل كبير. اذا كان عنده حريه شخصيه يقدر هو يبيبليها في الستاتيو تاعو، لكن انه يوجهها في جريده لتوجه للراي العام هذا ربما ممنوع. تنهينان واش رايك؟ بغض النظر ممنوع. اسمح لي بغض النظر، اسمح لي برك عبد اللطيف، بغض النظر عن لا كاريكاتور اون الميم في حد ذاتها، جو بونس كو الشعب الجزائري اليوم ما راهوش لا با فريمون بوزوان دو واحد يجي يدير له اون كاريكاتور باش يكون عنف وحقد ما بيناتهم. رانا نشوفوا في لي ريزو سوسيو اكزاكتومون لي زيفينمون اللي جازوا دونك لي ريزو سوسيو شفنا اون ان كبيره، اون ان تري تري غراند ما بين الشعب الجزائري كسوا بمناسبه يناير. هذا من جنس الفعل، هذا من جنس الفعل. معليش نسمعوا ضيوفنا. سي فنو ابخي. معليش نسمعوا ضيوفنا لو سمحتم. نسمع دكتور مرابط. مرحبا بك مره اخرى. واش رايك في الكاريكاتور تاع علي ديلام؟ والله شيء مؤسف جدا. نعم. انا شخصيا تفاعلت مع الكاريكاتور وخليت على الصفحه تاعي كذلك على الفيسبوك رايي كمواطن جزائري. واللي قلت فيه فوالا جي دينونسي هذا باسكو نشوف باللي مثل هذه التصرفات تغذي يعني امور خطيره في مجتمعنا، وحنا في غنى عن مثل هذه التوجهات ولا مثل هذه التصرفات. قبل ما نجي نعم. الكاريكاتور ولا الصحفي لازم يوزن كلامه، وكاين امور متعلقه بالحريه الشخصيه، ولكن كاين امور متعلقه بحريتنا الكل مع بعض وبمصيرنا الكل مع بعض. قبل ما نسمع رايك من بعد سي خالد بوجمع حول الكاريكاتور هذا، واش رايك رمزي انت اللي فكاهي وتعرف هذا الشيء، هل هذه فكاهه ولا عنصريه؟ انا نجاب لي ربي حب يولي كيما شاء الله يبدو بالك، حب يدير اسم جو سي با كل واحد وكيفاش يشوفها. لو بروبليم سي ديجا اسمو راه ساقو خلاص. سي با لا بروميير فوا علي ديلام كان يقول عربي قبيلي بالشر ولا العربي بالخير. هذا ما نقدروش نديروا نقاش هكذا، ما نقدروش نديروا نقاش هكذا لانه سمعوا راي الضيوف. سمعنا رايك عبد اللطيف مليح. لازم نستفيضوا في الاراء في حاجه كيما ما عندناش الوقت باش نستفيضوا. الامه تحت التهديد بالاقلام، تحت الاقلام. عبد اللطيف عبد اللطيف كاين وقت وعارف هذا الشيء، فنسمعوا راي تاع الضيوف تاعنا. خالد بونجمه واش رايك؟ الشعب الجزائري يعرف مصلحته ويعرف الشيء اللي يحب يمثل الجزائر واللي يحب يقسم الجزائر واللي يحب يمثل. ونتاسفوا فقط. انا نتاسف يعني لانه حاولنا عبد اللطيف نتصلوا بسي علي ديلام طيله الاسبوع باش يحضر معنا في مازال على الاقل باش نديروا مع التصريح. خلينا له حتى رسائل لكن ما ردش عليها لا بالسلب لا بالايجاب، فكنا نحبوا نعرضوه باش نحكوا حول هذا الشيء. لكن واش عليه